بيان الزمالك اللي نزل من شويه فيه نقاط عديده، ولكن عايزين طالما احنا بنتكلم في ملف زيزو عشان نقفله. تم تحويل زيزو للتحقيق طبقا للتصريحات التي صدرت منه، وتم الاشاره في البيان ان نادي الزمالك وادارته ما لقوش التجاوب من زيزو ان هو عايز يبقى في نادي الزمالك، على عكس البيانات الصادره من زيزو او التصريحات الصادره من والده. لا، ما انا قلت لك قصه زيزو والمفاوضات. ان يعني تم تحديد اكتر من موعد، وبيتم تاجيل الموعد، وتم ارسال يعني مراسلات رسميه، والرد فيها ما كانش رد بعرض، يعني بعرض تاني. يعني كان في مماطله كبيره جدا في الفتره الاخيره، والموضوع واضح يعني. لكن في نفس الوقت في كلام كتير قوي اتقال ملوش اي علاقه بالحقيقه. زي ايه مثلا؟ ان تم اهانه، وان انا كذا كلام اتقال ان امبارح في التدريب قبل استبعاد زيزو حصلت مشاده، وان كابتن احمد حسام ميدو لا 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 ابراهيم، لا عمري في ابدا ما فيش الكلام ده. يعني الناس كلها ما فيش اي حاجه من الكلام ده. انا راجل يعني كان لازم ان انا احدد موقف في التوقيت ده. طلبت ان انا بكل بساطه ان انا اقعد مع زيزو عن طريق عبد الواحد السيد مدير الكوره، وكراجل يعني بريبريزنت او بقدم مجلس الاداره، وجيت بالعرض اللي هو اخر عرض تم الاتفاق عليه مع الاستاذ عمرو الجنايني، ومعاه الشيكات. تمام. معايا الشيكات بتاعت كل الطلبات بتاعت المفروض ان اللعيب هيحصل عليها هو والده، وهو بيوقع. ايوه. اللعيب تهرب من الجلسه معايا، وبالتالي احنا كان عندنا موقف يعني صعب جدا. لعيب موجود في السفاره الامريكيه، واحنا بنراسله وبنحاول ان احنا نعقد جلسه معاه، والراجل بيتهرب مننا، ووالده بيتهرب مننا. وفي نفس الوقت احنا زي ما قلت لك يا ابراهيم قبل كده، في حته معينه اللي هي كرامه الزمالك. انا ما اقدرش ان انا خلاص، فكان لازم النهارده ان يبقى في اتخاذ قرار تاني لمصلحه المجموعه. طيب، حاجه من الحاجات اللي كان بيتكلم فيها الاستاذ مصطفى زيزو والد زيزو هي فكره تسريب كواليس المفاوضات وارقام المفاوضات ما بينه وما بين اداره الزمالك. وهو المكان التاني ده ما كانش فيه تسريب. يعني قصدك التعاقد يعني انا قصدي يعني ما فيش تسريب من انديه تانية. ان القعده كانت ايه وايه القصه. لا، في تسريب من هنا وفي تسريب من هنا، صح ولا لا؟ صح. فاحنا بنتكلم في بجد يعني قصه. انا راجل عشت في الكوره، انا لعبت ما اعرفش تقريبا في 9 او 10 انديه. ايوه. ما شفتش قصه معقده كده. احنا الموضوع بسيط. خليك صريح معانا. دي رساله لزيزو. انت النهارده لو جيت قلت اي حاجه، انا راجل انا عندي نيه لكذا او كذا، احنا هنقعد نسمعك. نقعد نسمعك. انما المماطله والتغيير في الحقائق يعني ما كناش الحقيقه نتمنى ان هو يحصل، لكن ده حصل. لكن ما حصلش اي اهانه لاي شخص. كل الناس اللي مسؤولين في الزمالك عارفين حدودهم كويس. ما حصلش اي مشكله مع زيزو، وزي ما قلت لك قبل كده احنا هنفضل نتعامل باحترافيه كبيره جدا مع زيزو لغايه اخر يوم في عقده. لغايه اخر يوم في عقده. هل مجلس الاداره كان هو صاحب قرار الصوره ان يتم خلع صوره زيزو من ملاعب الناشئين، قطاعات الناشئين؟ يعني ما فيش قرار بيطلع في نادي الزمالك من غير ما يكون قرار مجلس اداره. بس اللي سمعناه وعرفناه امبارح ان تم تحويل العامل والمشجع للتحقيق ده عشان اللقطه اللي بعد شيل الصوره، ان هم داسوا على الصوره. لا، انا ما شفتش اللقطه بتاعت دوس الصوره ده. واحنا لا نقبل بالكلام ده. وانا مع مجلس الاداره ان لازم الشخص اللي داس على الصوره لازم هم حولوا له عامل للتحقيق طبعا. لا، احنا لا نقبل سيد حسن موسى. لا نقبل زيزو تاني لعيب بتاعنا لغايه دلوقتي. واحنا لا نقبل باهانته، واحنا هنتعامل معاه باحترافيه كبيره جدا خلال الفتره القادمه، زي ما عاملنا باحترافيه كبيره في التفاوض معاه. تمام. ولكن للاسف ما لقيناش نفس القدر او المستوى من الاحترافيه في التفاوض، على عكس ما يشاع. واحنا على عكس ما يشاع. انا عايز اقول لك حاجه يا ابراهيم. لما يكون واحد بيقول كلمه قدام نادي
بيتعاقد مع مجموعه كبيره جدا من اللاعبين ومن المدربين، وعنده مشاكل كانت حصلت قبل كده، حصلت مشاكل قبل كده، لكن ما احنا عندنا كل اللعيبه اللي بتجدد صح، ما حصلش معاها الكلام ده ليه؟ ما حصلش معاها التعقيدات دي ليه؟ يعني انا النهارده لما ايا كانت ايه موقفك وايا كانت ايه العروض اللي عندك، ما في لعيبه مشت وسابتنا، مشت، اتحطوا برضو الادارات اتحطوا في موقف ان هم عقدهم انتهى ومشوا صح، مع اعترافك بان حصل تاخير وان ده خطا في التجديد. في الكوره يا ابراهيم، في الكوره ما ينفعش ابدا تدخل لعيب مهم عندك في اخر سنه. تمام. دي هم بيسموها كده في العقود الريد زون. فده حصل، ولكن في نفس الوقت النهارده انت بتعمل للعيب في خلال السنه دي، بتعمل له افضل عرض للعيب في مصري في التاريخ. في التاريخ تمام، لعيب مصري في التاريخ. تمام، وتيجي النهارده يعني مفيش حتى تقدير، معلش انا اسف يعني، لان النادي ده عمله لك. النادي ده، ما انت النهارده كنت جاي لعيب كويس اوكي، لكن الزمالك حطك في حته تانية خالص. خليك صريح، خليك قول موقفك بصراحه. انما المماطله ايا كان مع مين من الاشخاص، ده بالنسبه لنا مزعلنا جدا. الحاجه الثانيه الاساءه بشكل ما او بشكل عن طريق نقل، عن طريق اي شخص او اي اعلامي، ده بالنسبه لنا تجاوز في حق مجلس الاداره. عشان كده البيان بيقول ان هو تحول التحقيق. طيب